السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد، وصفه جديده. الوصفه ديال اليوم هي بشنيخه اللي كتجي هشيشه وزوينه وبطريقه سهله ومبسطه. بقاو معايا الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقه والوصفه كامله. هنا في القصعه ديالي عندي 500 غرام ديال الدقيق، ملعقه صغيره ديال النافع، ملعقه صغيره ديال حبه الحلاوه، نصف ملعقه صغيره ديال القرفه، و7 غرام ديال خميره الحلويات، وقبيصه ديال الملحه. غنجمعوا النواشف كاملين ونخلطهم. غنزيد على النواشف ديالي 125 غرام ديال الزبده اللي ذوبناها حتى ولات بحال الزيت. غنخلطوا كل شيء مزيان ونبقاو نبسبسوا العجينه ديالي ما بين يديا، يعني حتى يولي لينا واحد العجين مرمل. غنجمعوا الخليط ديالنا بربع لتر ديال الحليب مع 2 معالق كبار ديال الماء الزهر. مهم الحليب راه ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا على حسب الدقيق واش كيشرب اولا كيبقى نورمال. مهم نتوما على حسب نتوما وتشوفوا الدقيق ديالكم واش كيشرب ولا ما كيشربش. هنايا انا خليت شطلي كاس ديال العنبه من داك ربع لتر ديال الحليب. مهم العجينه ديال البشنيخه كتجي شويه قاصحه لحقاش ما كترتاحش بحال الشباكيه، يعني شحال ما درتوها قاصحه كتجي حسن. المهم هنا غنزيد شويه ديال الحليب باش نجمع العجينه ديالي وكندلك العجين ديالي مزيان. مهم الطريقه ديال الشباكيه غير هي كتجي شويه قاصحه على الشباكيه. مهم غندلكوا العجينه ديالي مزيان. غنحيد ديك القصعه وندير العجينه ديالي على سطح العمل ونبقى نعجن فيها مزيان حتى تولي عندي ديك العجينه رطبه. وهنا بعد ما ساليت الطاجن غنقسم العجينه ديالي على كويرات. كل كره غنشكل منها دائره ونخليهم في شي بلاستيكه باش يرتاحوا غير شويه ونبدا نخدم فيهم. دابا غندوزو للطرق ديال العجينه ديالي. هنا هزيت الكره الاولى اللي حطيت في البلاستيكه. مهم سرحت العجينه وكنقطعها كندير ليها الطريقه ديال الشباكيه اللي حطيت لكم. كنورقوا العجينه ديالي ونحطها في البلاستيكه اخرى. مهم غنسالي جميع الكميه حتى دوك الزوائد غندير ليهم نفس الطريقه. مهم اللي بغات الشرح مضبوط راه درته في الفيديو اللي نزلت لكم البارح ديال الشباكيه. دخلوا لتماك منها تشوفوا داك الفيديو منها تشوفوا الطريقه ديال الشباكيه. هنا بعد ما ورقت جميع العجينه ديالي غنهز المربع الاول اللي ورقت غنسرحو شويه بالدقيق وندوزو بالماكينه على النمره الاولى 3 والنمره الاخرانيه 6. مهم غنسالي جميع الكميه. النمره الاولى 3 والنمره الثانيه 6. النمره 3 كتكون غليظه شويه و6 كتكون رقيقه. غندوزو العجينه ديالنا في الماكينه. ندوز العجينه كامله في 3 الاول ونحطهم، من بعد ندوزهم عاوتاني في النمره ديال 6 كاملين ونحطهم. عاد نبقى ندوز في القطعه ديال السباغيتي اللي كاينه في الماكينه ديالنا ونبقى نشكل منها بشنيخه. هنا منين كندوز العجينه ديالي في القطعه ديال السباغيتي قبل ما نسالي العجينه كامله كنهز العجينه وكنحطها. يعني قبل ما تهبط لكم العجينه كامله حاولوا دغيا تزربوا عليها وتهزوها. هنا بعد ما سرحت العجينه ديالي كندير هكا بحال الوريضات. مهم كنبرك على الجوانب بحال الوريضات وكنشكل منهم البشنيخه. راه الفيديو كيكون واضح كي كتشوفوا.
مهم غنسالي جميع الكميه ونحطهم في شي طاوه في شي بلاصه تكون بارده باش تنشف لينا. مهم الطريقه ديال الشباكيه دي بحال بحال. بعد ما نشفات لي البشنيخه ديالي كنت سخنت الزيت على نار مهيله. المهم هنا كنجرب الزيت واش سخونه ولا لا. كنهز الحبه ديال البشنيخه ديالي كنرميها على الوجه اللي غتبان للضياف او للتقديم. مهم غنعمر المقله ديالي بالبشنيخه نساليها. المهم منين تحمر ليا من التحت نبقى نقلبها. المهم بشويه غير على النار مهيله باش طيب ليكم على خطرها. بعد ما تطيب غنصفيها من الزيت وغنرميها ديريكت في العسل تكون بارده، ولكن البشنيخه من المقله ديريكت للعسل. وهنا نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. هنا زينت البشنيخه ديالي باللوز ايفيلي. نتوما ممكن تزينوا باللوز كونكاسي اولا تخليوها هكاك. المهم كل واحد والذوق ديالو. المهم كنتمنى البشنيخه يكون الفيديو ديالها جالكم ساهل والطريقه مبسطه، وكنتمنى من الفيديو يكون واضح لكم. وصراحه واحد الوصفه زوينه وسهله كتخرج واحد النتيجه زوينه. ما غيبقاش فيكم الحال الا ضربتوا فيها تماره. وكنتمنى الفيديو يعجب لكم، وطبعا الا عجب لكم ما تنساونيش لي لايك ديالكم والكومونتيرات، وتشاركوا الفيديو مع الاحباب ديالكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يفعل الجرس ويدير ابوني باش يبقى يوصل ليه كل جديد ان شاء الله. وغنقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.